وقف دقيقة، خد نفس عميق، ركز على اللحظة دي. كل شعور بالشك أو قلق في نفسك على صورتك قدام الناس لاحظه، اعترف بيه. مش لازم تحكم، مش لازم تصلح حاجة دلوقتي، بس خليك صادق مع نفسك واسمع صوتك الداخلي. البودكاست ده هو المكان اللي هنتعلم فيه مع بعض ازاي نميز بين الثقة بالنفس والغرور، خطوة بخطوة. أنا ريان، واليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا، موضوع كلنا فكرنا فيه لحظة من حياتنا: الثقة بالنفس، ومتى تبقى غرور. كتير من الناس فكرة إني اللي بيتكلم بثقة أو اللي مؤمن بنفسه بيبقى مغرور، وناس تانية تعمل العكس تماما، تقلل من نفسها عشان محدش يقول عليها متكبر. وانا كنت واحد من النوع ده، كنت دايما احاول ابان بسيط حتى لو ده خلاني اقلل من نفسي. البساطة مش معناها انك تختفي، والثقة مش معناها انك ترفع صوتك. الموضوع اعمق من كده بكتير، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في بين السطور. بصراحة فكرة الثقة بالنفس كانت بالنسبة لي زمان حاجة غريبة. يعني كنت أسمع الناس تقول خليك واثق في نفسك، بس محدش بيقول إزاي. كنت أفتكر إن الثقة إنك تقول رأيك بصوت عالي أو تثبت إنك عندك موهبة. بس مع الوقت ومع المواقف الكتير اكتشفت إن الثقة الحقيقية هدوء. لما تبقى واثق مش لازم تثبت لحد حاجة، لأنك جواك عارف قيمتك ومتصالح مع نفسك. في لهجتي بنقول عارف روحه، يعني الشخص اللي فاهم نفسه من غير ما يتكبر وعنده طاقة سلام جواه. وده المعنى الحقيقي للثقة بالنفس. الثقة بالنفس والغرور شكلهم من برا شبه بعض، بس من جوا في بينهم عالم كامل. الواثق بالنفس يعرف نفسه كويس، يعرف هو فين وبيحاول يكون أحسن. المغرور فكر نفسه أحسن من الكل ومش شايف عيوبه. الثقة فيها وعي، والغرور فيه إنكار. الثقة تخليك تحترم الناس حتى وانت ناجح، الغرور يخليك تستهين بيهم علشان تحس انك فوق. مثال بسيط: الواثق بيقول أنا مبسوط إنه صوتي بيتطور. المغرور بيقول أنا أحسن صوت في المكان. الواثق يفرح لما يشوف غيره ناجح، المغرور يتضايق ويحاول يبرر إن التاني ما يستحقش. باختصار، الواثق يثبت نفسه لنفسه، والمغرور يثبت نفسه للآخرين. عايز تعرف إذا كنت واثق فعلا بنفسك ولا لأ؟ خد بالك من العلامات دي. أولا، بتقدر تقول مش عارف من غير خجل. ثانيا، بتسمع النقد وتفكر فيه بدل ما تهاجم اللي قاله. مش محتاج تمدح نفسك ولا تنتظر تصفيق كل مرة. بتفرح لنجاح غيرك بصدق. وكمان مش بتخاف من الفشل، لأنك عارف إنه جزء من الرحلة. الثقة بالنفس مش لبس أو مظهر أو لايكات على انستغرام. الثقة حالة سلام بينك وبين نفسك. لما توصل لده هتحس إنك مش محتاج تعمل مجهود علشان الناس تشوفك، لأنك خلاص شفت نفسك بوضوح. فاكر مرة قبل حفلة كنت متوتر جدا. البروفة كانت صعبة والمدرب قال لي كلمة وجعتني وقتها: ريان، صوتك قوي بس الإحساس ناقص. أول لحظة حسيت بغصة، حسيت إنه مجهودي راح على الفاضي. بس بعدين قلت لنفسي هو مش بيهاجمني، هو بيحاول يطورني. رجعت غنيت وأنا مركز على إحساسي أكتر، وفعلا الأغنية طلعت أحسن بكتير. وقتها فهمت إنه الثقة مش في إنك ما تغلطش، الثقة في إنك تتعلم من الغلط.
الواثق مش بيهرب من الملاحظات، الواثق بيشوفها هدية، لأن اللي بينتقدك ممكن يكون بيشوف فيك حاجة أنت مش شايفها. طيب نرجع للواقع. إزاي تبني ثقتك بنفسك خطوة بخطوة؟ هنا عندنا 5 خطوات. أولا، اعرف نفسك. اقعد مع نفسك واكتب نقاط قوتك وضعفك، مش علشان تنتقدها لكن علشان تتقبلها. ثانيا، احتفل بالإنجازات الصغيرة، ما تستناش النجاح الكبير. كل خطوة، كل تجربة حتى لو بسيطة تستحق إنها تتسجل في ذاكرتك كإنجاز. ثالثا، بطل مقارنة. السوشيال ميديا خادعة جدا، الناس بتشارك الصورة الحلوة بس مش الحقيقة كاملة. رابعا، جرب حاجات جديدة. كل مرة تجرب حاجة تكتشف نفسك أكتر. الثقة مش بتيجي من الكلام، بتيجي من التجربة. خامسا، كلم نفسك بلطف. بدل ما تقول أنا فاشل، قول لسه بتعلم. بدل أنا مش زيهم، قول أنا مختلف. في بلدي بنقول خطوة بخطوة نوصل. وفعلا الثقة ما بتتبنيش في يوم، لكن نبنيها في كل يوم. خليني أقول لك حاجة مهمة. الغرور ساعات بيبدأ في نفس اللحظة اللي تثق فيها بنفسك. لما تبدأ تسمع مديح كتير، لما النجاح يزيد، هنا لازم توقف وتفكر، هل أنا لسه بتعلم ولا خلاص شايف نفسي وصلت؟ علشان تفضل واثق من غير ما تختار، افتكر دايما إنه في ناس قبلك وأحسن منك بتتعلم لحد النهاردة. اسمع النقد حتى لو صعب، وساعد غيرك من غير ما تستنى مقابل. التواضع مش ضعف، التواضع دليل إنك واثق كفاية، إنك مش محتاج تثبت إنك الأفضل. في نقطة مهمة لازم نقف عندها. الثقة بالنفس مش بتتكون في فراغ، البيئة اللي حواليك ليها تأثير كبير. لو انت دايما وسط ناس بتحبطك، طبيعي ثقتك هتضعف. لكن لما تكون وسط ناس بتشجعك، ناس شايفة فيك حاجة حتى لو انت مش شايفها، هنا الثقة تكبر. خليك دايما مع الناس اللي تحس معاهم بالراحة، مش اللي يخلوك تشك في نفسك. لأن الثقة مش بس فيك، الثقة كمان في الناس اللي اخترت تكون حواليهم. دلوقتي اسأل نفسك، آخر مرة حسيت فيها إنك واثق بجد كانت إمتى؟ وهل في مرة حد قالك إنك مغرور؟ لو حصل، فكرت في كلامه ولا اعتبرته هجوم؟ شاركوني تجاربكم على انستغرام أو فيسبوك، يمكن ناخد منها قصص نشاركها في الحلقات الجاية. لأن الثقة مش بس فكرة، دي رحلة بنمشيها سوا خطوة بخطوة. الثقة بالنفس مش غرور، ومش إنك تبان أحسن من الناس. الثقة إنك تبقى صادق مع نفسك، تعرف قيمتك وتحترم قيم الناس كمان. خليك فخور بنفسك، بس خليك دايما متواضع، لأن اللي عارف قيمته مش محتاج يثبتها. أنا ريان، وده كان بودكاست بين السطور. استنوني الحلقة الجاية، وخلينا نكمل سوا الطريق الجميل ده، طريق التطوير والثقة والسلام الداخلي. سلام ومحبة ليكم كلكم.